بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. مدرسة الفن والهندسة بتفتح من تاني، والنهارده الزمالك بيقدم أداء مفيش أروع ولا أحسن من كده. كل لاعيبة نادي الزمالك كانوا رجالة وكانوا قد الماتش وقد المسؤولية، والزمالك يستحق التأهل في بطولة الكونفدرالية عن جدارة. أحمد السيد زيزو بسم الله ما شاء الله عليك، نمسك الخشب رغم كل الكلام اللي بيتقال عليه والهجوم الغير مبرر من الاهلاويه على زيزو ان هو بياخد 100 مليون. بتثبت النهارده يا زيزو ان انت تستحق مش 100 مليون، 200 مليون و300 مليون و400 مليون وشويه عليك. زيزو النهارده بسم الله ما شاء الله 50% من هجوم الزمالك عن طريقه، هدف، اسيست، ونجم المباراه احمد السيد زيزو رجل المباراه بلا منازع. مصطفى شلبي كمان النهارده بيقدم مستوى عالي جدا بعد ما احرز هدف الماتش اللي فات، والنهارده بيعمل اسيست جميل جدا لحسام اشرف في الهدف الثاني. هدف ولا اروع ولا اجمل من كده لحسام اشرف اللي بيعتبر برضه من نجوم المباراه، واحرز هدفين وتاني مره يحرز هدفين مع بعض. وحسام اشرف على فكره من وهو في بلديه المحله لما كان جايب 13 او 14 هدف، واحنا بنقول لاداره الزمالك ازاي سايبين واحد زي ده بره الزمالك والزمالك في ازمه. ولما جه كان الزمالك بيلعب بالجزيري وبناصر منسي وراكنين حسام اشرف. طب ايه المبرر يا جماعه؟ معاك نجم كبير زي ده لازم ياخد فرصته ولازم ياخد حقه. وشفنا بقى احمد سيد زيزو احرز الهدف الثالث، والهدف الاولاني احرزه حسام اشرف، ولكن برضه حصل هفوه دفاعيه جه منها الهدف الوحيد لفريق بلاد بونز. عموما النهارده اداء مشرف واداء قوي جدا للاعيبه نادي الزمالك، ومستنيين منهم كتير جدا في مباراه الدوري الفتره اللي جايه عشان نادي الزمالك يتصدر الدوري ان شاء الله. لسه لنا ماتش مع الاهلي، والفرق ما بين المتصدر النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك نقطه واحده. عايز اتكلم بقى وحابب اتكلم على موضوع زيزو. يعني سبحان الله اكتر لعيب، يعني انا في حياتي ما شفتش اي نجم في العالم كل يوم فيه مفاوضات عشان نجدد له. ليه؟ ده انا متهيألي العقد بتاعه كله واخده مفاوضات. يعني في ايه؟ هو ما فيش في مصر الا زيزو، ما في مصر لعيبه كتير جدا هايلين. اسامه ابو علي مثلا هداف الدوري جايب 18 هدف، ليه ما فيش وش عليه وما فيش كلام عليه؟ حسين الشحات وقفشه والناس دي كلها والنجوم دي كلها ما فيش اي حد بيقول لك دول هيجددوا ولا دول مش هيجددوا. بالعكس زيزو طلع وقالها بعلو صوته ان هو زملكاوي وان هو مستمر في نادي الزمالك. ليه بقى شغل النخربه والفحفره ورا زيزو؟ عايزين زيزو يعملوا له مشكله مع جماهير نادي الزمالك. الراجل قالها صراحه وعلانيه كده، انا مش همشي واسيب نادي الزمالك ولا هحترف في اي حته الا من خلال نادي الزمالك. فالحكايه واضحه وصريحه. ليه بقى الاهلاويه عمالين يرموا كلام ده زيزو هيروح الاهلي، لا ده زيزو هيعمل مش عارف ايه؟ الراجل اعلنها صراحه ان انا راجل زملكاوي ومش همضي الا لنادي الزمالك ومش هحترف الا من خلال نادي الزمالك. سمعنا بقى عن العرض الاتفاق السعودي، بصراحه هو عرض مغري جدا، 1.5 مليون دولار لزيزو في موسم واحد، وفي المقابل كده زيزو هيجدد لنادي الزمالك 3 مواسم. انا شايف ان العرض ده مناسب جدا وبيديك ميزتين. ميزه ان انت هتستفاد من ورا زيزو ب1.5 مليون دولار، يعني حوالي 75 مليون، وكمان زيزو هيجدد للزمالك 3 مواسم. فانا لو مكان حسين لبيب ومجلس اداره نادي الزمالك اوافق وانا مغمض على العرض ده. اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في العرض اللي جاي لنادي الزمالك من نادي الاتفاق السعودي؟ هل انت مع رحيل زيزو ولا بقاء زيزو ونادي الزمالك يتحمل المبلغ الضخم اللي هيدفعه في زيزو؟ بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي.